بيان إلى الرأي العام. يصادف 18 من آذار الذكرى السنوية الخامسة لاحتلال عفرين من قبل الفاشية التركية والجماعات الإرهابية المتطرفة بعد هجومها الغاشم على إقليم عفرين الآمن، والذي كان قد أصبح المكان والمأوى الآمن لكل السوريين الذين نزحوا من مناطقهم، والتي كانت تدار من قبل أهلها في ظل إدارتها الذاتية الديمقراطية. واستمر الهجوم 58 يوما جابتها مقاومة بطولية لم تشهد لها مثيلا، حتى أن استخدمت الفاشية التركية كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وبتوافق روسي تركي وتخاذل من النظام السوري الذي لم يحرك ساكنا أمام احتلال لمناطق سوريا. كان الاحتلال لمدينة الزيتون سببا في تهجير أهلها الأصليين، مرافقة مع صمت دولي أمام المجازر التي ارتكبتها بحق شعب عفرين وطبيعتها. 5 سنوات على الاحتلال، وما زالت سياسات الإدارة مستمرة من قبل الاحتلال والجماعات الإرهابية بحق من بقي في بيوتهم، وسياسات التغيير الديمغرافي وبناء المستوطنات والنهب والقتل والاعتقال وسرقة الآثار وقطع الأشجار في محاولة لتكريس الاحتلال ومحو ملامح مدينة الزيتون التاريخية. سياسات الاحتلال هذه والتي يتم شرعنتها من قبل المجموعات المرتزقة والائتلاف والانتهاكات المستمرة، والتي كشفت عن وجهها الحقيقي من خلال سياسات التتريك التي تمارسها، ومع كوارث الزلزال الأخيرة التي تعرضت لها مناطق عفرين وخاصة جنديرس، وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بترك المدنيين الأصليين تحت الأنقاض في مواجهة الموت دون القيام بعمليات الإنقاذ، وعدم فتح المعابر أمام الإدارة الذاتية الديمقراطية لتقديم المساعدات والعون للمنكوبين، ما كانت إلا استمرارية لجرائم الحرب التي تمارسها لإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، واستغلالها لهذه الكارثة لاستكمال مشاريع الاستيطان بدعم قطري وأطراف أخرى، لتصبح هذه المناطق المحتلة مناطق تجمع لكافة الفصائل الإرهابية من داعش وجبهة النصرة وغيرهم، وتحويلها إلى معسكرات لهم بعد هزيمتهم على يد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بهدف استمرارية مهامهم الموكلة إليهم من قبل أردوغان في ممارسة الإرهاب في المنطقة والعالم. في الوقت الذي يواصل أبناء شعبنا في مخيمات النزوح في الشعبة مقاومتهم في وجه الاحتلال رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في ظل الحصار الذي يفرضه النظام السوري عليهم، والذي يزيد من حجم المعاناة التي يتعرضون لها نتيجة تهجيرهم عن ديارهم، معاهدين بتصعيد النضال والمقاومة حتى تحرير عفرين وعودتهم الآمنة إلى ديارهم. إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة في هذه الذكرى الأليمة نستذكر شهداء مقاومة العصر في عفرين من وحدات حماية الشعب والمرأة الذين سطروا أروع ملامح البطولة والفداء، ونحيي مقاومة شعب عفرين في المخيمات وفي مناطق النزوح ومقاومة شعوب شمال وشرق سوريا بكل مكوناته
في تلاحمهم ومساندتهم لمقاومة العصر في ذكراها السنوية الخامسة. وفي الوقت نفسه ندين ونستنكر الاحتلال التركي ومرتزقته في احتلال وسياسات الإبادة التي تمارسها، كما ندين القوى والأطراف الدولية من خلال توافقاتها وصمتها أمام الاحتلال والانتهاكات المستمرة في المناطق السورية المحتلة. ونناشد في الوقت نفسه المجتمع الدولي ودول التحالف لمحاربة داعش وكافة المنظمات الدولية والحقوقية بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم أمام ما يرتكب من جرائم حرب ضد الإنسانية من قبل الاحتلال التركي والجماعات الإرهابية في عفرين وكافة المناطق المحتلة، وخاصة فيما تقوم به من عمليات إعادة تنظيم وتجميع إرهابيي داعش وجبهة النصرة للقيام بعمليات إرهابية في مناطق شمال وشرق سوريا. والعالم أجمع ونؤكد بأن بدايات أي حلول للأزمة السورية هي إنهاء الاحتلال التركي للمناطق السورية ووقف انتهاكاته واستهدافه لمناطقنا في شمال وشرق سوريا. كما نناشد كافة القوى الوطنية السورية بضرورة العمل وفق المصلحة الوطنية بإنهاء الاحتلال التركي على الأراضي السورية، حيث أن احتلال عفرين والمناطق المحتلة كعزاز وجرابلس وسريكانية وغريس بي هي اقتطاع أجزاء للجغرافيا السورية وتمزيق للنسيج المجتمع السوري، إضافة إلى سياسات التتريك، وهذا بدوره تشكل عوامل عدم الاستقرار والأمان في عموم سوريا وتعميقا لأزمتها، وعلى النظام السوري والكفة عن سياساته التي تهيأ لتكريس الاحتلال التركي عبر محاولات المصالحة والتوافق بينها وبين المحتل التركي بدعم ومبادرة روسية ومحاربة المشروع الديمقراطي. ونطالب بإنهاء الحصار المفروض على شعبنا المهجر في مخيمات الشعبة والشيخ مقصود بحلب، والالتفاف إلى مطالب وطموحات الشعب السوري في بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية تصون لجميع السوريين الحقوق والواجبات والحياة الحرة الكريمة. كما أننا نجدد العهد برفع وتيرة العمل والنضال حتى تحقيق النصر وتحرير كافة مناطقنا المحتلة وعودة آمنة لشعبنا إلى ديارهم. عاشت مقاومة شعبنا، عاشت مقاومة شعبنا، المجد والخلود لشهداء الحرية